السلام عليكم، اهلا يا حلوين. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين في احسن حال. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. النهارده جايه لكم فيديو جديد وروتين حلو كده. النهارده هنقضي اليوم كده كله مع بعض، ان شاء الله امل كده باذن الله ان انا اخلص كل الحاجات اللي انا مخططه لها في يومي. النهارده ان شاء الله هنبدا نعمل مع بعض اوضه النوم. ان شاء الله الفيديو يعجبكم ويكون كده خفيف على قلبكم. بس طبعا يا بنات مستنيه دعمكم وتشجيعكم ليا. لو انت اول مره تشوفيني انزلي اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل حاجه انا بنزلها، واعملي لايك جامد للفيديو ده لو عجبك، وسيبي لي كومنت حلو زيك. وبس كده، تعالوا بقى نبدا الفيديو على طول ونقول بسم الله. ما كنتش عارفة ان انتوا هتوحشوني كده يا جماعة. بسجل لكم صوتي بعد حوالي 5 ايام من تصوير الفيديو، انتوا متخيلين يا جماعة؟ انا كنت خلاص، انا كنت بفرفر، انا كنت حرفيا بموت من كتر التعب اللي انا كنت فيه. مش عايزة اصدر لكم اي طاقة سلبية. انا هحكي لكم اللي حصل كده في الانجاز واحنا شغالين. بس طبعا اول حاجة كده، زي ما قلت لكم في اول فيديو، انزلي اعملي لايك جامد 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 للفيديو ده عشان الفيديو ده يتشاف واتشجع كده. وزي ما انا هشجعكم كده النهارده، خليكم كده تقوموا بصوا تتنططوا كده وتقوموا تخلصوا كل اللي وراكم. دخلت على اوضه النوم، باركولي وهنوني، هنبدا تنظيفات الشتاء اللي المفروض كنت عملتها بقالي شهرين. وانتوا طبعا عارفين، يعني انتوا عارفين اللي انا فيه. وقتي ما بقاش ملكي بسبب استاذ اياد. النهارده يا بنات هنعمل تنظيف عميق لغرفه النوم. بدات اول حاجه اشيل السجاد، وشلت الملاية طبعا اللي على السرير بالحاجات اللي عليها. وهبدأ بقى أظبط السرير بتاع الكتكوت الصغير عشان أظبطه له وأنضفه له وأفرش له الطقم الجديد اللي أنا جايباه في فيديو المشتريات. نبدأ نفرشه له النهاردة كده وأظبط له السرير بتاعه، وإن شاء الله يعجبه بإذن الله. المهم، شايفين بقى الشمس وجمالها؟ شايفين انتوا طبعا ما بشوفوش الشمس عندي كتير بسبب ان الاوضه عندي الشباك بتاعها صغير، ومعظم تصويري بيكون في نص اليوم بعد ما بصحى، والحاجات اللي انتوا عارفينها دي. تعالوا بقى يا بنات نفرش الطقم القمر ده لاياد. ده يا بنات اول حاجه في المفروشات اللي انا جبتها الجديده اللي قلت هفرشها معاكم. كنت جايبه الطقم ده وريته لكم في فيديو المشتريات. هو عباره عن كفر للمرتبه وكيس مخده والجوانب بتاعه السرير وكمان كوفرته كده. يعني تعالوا بقى نفرشه ونشوف شكله عامل ازاي. بصوا انا عندي دي كنت عاملاها قبل كده طبعا في سرير ديما وهي صغيره، فكنت جايبه قماش ومفصلاه. فانا هحطه ككفر للمرتبه بدل ما تبقى الملايه كده محطوطه على السفنج، وهو سفنج اصلا، ده سفنج عادي يعني مش مرتبه بيبي. يعني نحاول نداريها كده شويه. فده هو الكفر هلبسه، بعد كده هلبس الطقم. تعالوا بقى نظبط كده السرير بتاعه. بصوا كان في شنطه لنا كحلي، كنت بقى مطلعاها من تحت السرير بقالي شويه كده عشان كنت عايزه اشوف هختار ايه الكفرات اللي انا احطها في الركنه لما اجي اعملها. لاني كنت محتاره ما بين الاورنج وبين الهافان، فقلت اطلع كده واختار، وبعد كده لما اجي انضف تحت السرير هبقى ارجعها تاني. بصراحه شلتهم بالعافيه، فقلت هرجع الحاجه تاني، خصوصا كمان ان تحت السرير عندي مش الملل يعني متعبه ان انا اطلعها واحطها. فطلعتها دلوقتي وخدت الحاجات اللي هستخدمها وهحطها بعد ما هخلص. بصوا بقى السرير الجميل ده، حطيت الملاية ازاي والجوانب قمر. المهم حطيت له بقى الكلاود دي، القمر دي، نضفتها له وغسلتها له. وبصوا شكلها عامل ازاي، شكل السرير خطير. تعالوا بقى قولوا لي ايه رأيكم في شكل السرير القمر ده بعد ما رتبته ورصيت كده كل حاجة فيه وفرشت الكفر الجديد وطقم الأطفال القمر دوت. أحلى طقم سرير للبيبيز. بصوا ممكن تجيبوه بجد. أحلى حاجة بقى إنك ممكن تختاري أي شكل أنت عايزاه. فأنا اخترت الشكل الحلو دوت. ليه كده بقى؟ بصوا هو يمشي بناتي وولادي، بس أنا خليت الملاية كده لونها سادة، لون ولادي كده عشان تليق. بصوا قمر 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 قمر. قولوا لي انتوا ايه رايكم؟ بصوا جمال التفاصيل. حبيت حبيت حبيت. بصوا بقى انا هشيل السرير ده اطلعه بره عشان اعرف اكمل كده الاوضه. قلت ارتبه هو الاول واقفله واطلعه بره عشان اعرف انضف الاوضه براحتي. طبعا الطقم القمر ده جبته من عند استاذ فادي عند ESB هوم. ده البيج على الفيسبوك، هو مكانهم في الوكاله. فطبعا هوريكم بقى الطقم الجامد بقى بتاع السرير. طبعا الناس اللي لسه جديده عندي وما شافوش فيديو المشتريات وما شافوش المفروشات اللي انا جبتها ليه والاوضه الديمه، استنوا بقى ان شاء الله الفيديو كده لما اجي افرش الاوضه هتبقى خطيره. متاكده ان شاء الله ان هي تعجبكم. تعالوا بقى المهم ندخل كده على الشغل التقيل بتاعنا والحماس بقى اللي كان واخدني اليوم دوت. دي ما كانت في المدرسه
واياد نيمته في اوضه ديما عشان الخبط والرزع والدوشه اللي انا عاملاها هتصحيه. هو نومه خفيف فبيصحى من اقل حاجه. فقلت استغل الوقت دوت بعد ما ديما نزلت وما رضيتش انام. شلت الستاير وقلت اشيل الفلتر بتاع التكييف. طبعا من ساعه ما قفلنا التكييف في فتره الصيف خلاص خلصت، فبقاله فتره كده مقفول. فقلت لا، انا مش هفضل راكناه كده بترابه وبعفره. هو كان بصراحه متبهدل قوي، فلازم برضو يتنضف. بنضفه بميه بس من غير اي حاجه ومن غير اي منظفات عشان ما تبوظش الفلتر. وهنضف طبعا التكييف، وبعمله برضو حاجه اسمها تنقيه كده في الاخر عشان اضمن ان هو ما فيهوش اي اتربه داخليه. المهم هنا بقى شلت البراويز. ده انا عامله منيله. ده انا هحكي لكم. المهم انا شلت البراويز دي عشان اغير الصور بتاعتها. وطبعا الناس اللي بتذلني ان انا حاطه البراويز ناقصه برواز، انتوا عارفين نفسيكم ماشي. جبت برواز جديد وان شاء الله هحطه واكمل الطقم والشكل النهائي يبقى جامد. المهم شلت بقى دول ليه بقى؟ عشان خاطر احط صور جديده. والمهم طلع عيني عشان نلاقي حد يطبع لي الصور. وعايزه اقول لكم حوالي بتاع اكتر من يومين مستنيه المطبعه تبعت لي الصور ومفيش. وبصراحه محمد تعب معايا جدا، يعني نزل الجامعه وبعت للمطابع اللي بيشتغل معاها وبيطبع عندهم شغله، وكل المطابع ما فيش. اخر حاجه طبعها لي اوت دور، فاللي هو شغل البنرات والحاجات دي ما لقاش ستيكر خالص ولا حاجات اللي هي الداخليه دي. بصراحه كان محروق دمي قوي بسبب ان ما فيش. كل المحلات او المطابع ما عندهمش خامات، ما عندهمش احبار والحاجات دي. المهم حاجات يعني بص عطله ما بعدها عطله. المهم ان انا شلتهم، وطبعا شايفين المنظر الجميل بتاع الحيطه بسبب الدبل فيس. يعني انا ما تعملوش العمله دي خالص. انا هقول لكم ان شاء الله هلزقه بايه، بس ابعدوا عن لزق الدبل فيس. حاولوا تشوفوا لكم اي نوع تاني تلزقوا بيه. لكن الحيطه زي ما انتم شايفين كده انا حاولت ان انا اكحتها، بس طبعا كنت خايفه جدا للحيطه تتجرح او تبوظ. فانا حاولت اشيل كده على قد ما اقدر اللزق اللي كان محطوط بالمنظف واتشال شويه، والباقي انا كده كده هرجع البراويز تاني فمش هيبقى باين. وقلت بقى امسك الاوضه ازعفها وانضفها من اي تراب. طبعا انا بنضف من فوق لتحت زي ما احنا متعودين كلنا بنعمل، عشان لما اجي بقى انضف والمع ما ينزلش تراب تاني. فعملت الشباك وعملت الحيطان وعملت كل حاجه. وهبدا بقى الحاجات اللي انا بلمعها دي. طبعا انا لسه ما كنستش، بس يا بنات انا قلت بقى اعمل ايه؟ المع الحاجات اللي انا هطلعها بره الاوضه، لاني بصراحه انا عايزه افور الاوضه من كل حاجه. انا لو طلت ان انا اعرف اشيل الدولاب هشيله، بس الدولاب للاسف مليان طبعا، وانا لسه عامله معاكم الدولاب ومنظماه، فصعب جدا ان انا اشيله وانا كمان لوحدي. يعني انا كويس قوي ان انا عرفت اشيل بقيه الحاجات. فشلت بقى الكومود. في ناس كانت فاكره ان الكومود ده لازق في السرير وان هو جاي كده باكج على بعضها ومقفول. لا يا بنات، زي ما انتم شايفين كده الكومود عندي متحرك. هما بس الاتنين دول اللي لازقين في بعض، لكن مش ملزوقين في السرير خالص. انتوا هتشوفوا دلوقتي الناس اللي اول مره تشوف الاوضه بتاعتي وتشوف العمله اللي انا عاملاها دي، فهتشوفوا المنظر دلوقتي. جبت طبعا طبق وفيه بريكس وحطيت الفوطه، ومش هينفع معايا بقى جو البليدج والحاجات البسيطه دي، ولا هينفع معايا برضو فوطه التنظيف بتاعت جرين ويل عندي. لا مش هينفع معايا. انا عايزه ميه واغسل والمع الحاجه، ولما تتوسخ اقعد اغير فيها مش مشكله. بس انا عايزه حاجه كده احس عارفين بانتعاش كده ونظافه. المهم بقى ايه، مسكت لكم حاجه حاجه كده وقلت والله انا انضفك واخليكم بتلمعوا، خلي الاوضه كده حرفيا اوضه عروسه. فطلعت كل الحاجات السهله اللي هي مش لازقه في الارض، مش متمسمره في الحيطه، اللي هي الحاجات الخفيفه ديت، عشان اعرف افضي الاوضه واعرف انضفها كويس. هبدا بقى اكنس. انا كده كده قلت لكم انا ما رضيتش المع بقيه الحاجه عشان التراب اللي انتوا شايفينه دوت هيعفر الدنيا اكتر، وهيطلع على السرير وعلى الدولاب وعلى فلا خلينا كده من فوق لتحت ننضف. بعد كده لما اجي بقى خلاص الخطوه اللي بعد كده بقى ابدا المع. بس المهم ان انا قلت اكنس الاول عشان عايزه اشيل المرتبه وعايزه اشيل الحاجات اللي تحت السرير، فمش هينفع تطلع او اشيل الحاجات ديت والمرتبه على الارض بالتراب اللي انتوا شايفينه ده. فطبعا انا مشيلتش السجاد ولا عملت تنظيف عميق كده تقريبا من بعد الولاده. بصوا ما تتخضوش، انتوا هتلاقوا الليل كده. عايزه اقول لكم انا تعبت كده في نص اليوم وارتحت كده حوالي بتاع ساعتين. نمت من التعب، ما اعرفش ايه اللي حصل وانا شغاله كده. جيت على الساعه حوالي 5 كده حسيت بقى ان انا دماغي تقلت جدا وصدعت، وحسيت بقى بشكشكه كده في زوري. فكنت قاعده باكل اياد وكده، وبعد كده لقيت نفسي نمت ما حسيتش باي حاجه.
نمت ساعتين كده وقمت اللي هو مش عارفه ايه اللي حصل، عارفه حسيت ان انا اغمى عليا حرفيا. قمت كملت ولبست وقلت اكمل بقى، لا انا مش هنام، مش هينفع اسيب الاوضه كده نص روتين اللي في البيت عموما، يعني مش هينفع اسيب الاوضه كده، لازم اخلص تنظيف على الاقل واكمل بقيه التنظيف وبقيه الروتين بتاعي على الاقل، حتى تبقى واقفه ان هي متنضفه واقفه على الفرش وخلاص. ده غير طبعا العطلة بتاعة النور اللي بتقطع، النور بيقطع عندي الساعة 12 الظهر وبيجي الساعة 2، ففي النص كده العطلة دي بقى بتخليكي انت مش عارفة تعملي اي حاجة اصلا، بتفضلي قاعدة كده ما مش عارفة اعمل اي حاجة. في الوقت ده عملت حاجات كده خفيفة، كان عندي غسيل طبقته وفطرت اللي هو يعني مش عارفة اعمل اي حاجة تاني، وغيرت الاياد واكلته في بريك كده في النص، ورجعت كملت تاني. بعد كده خدت بريك تاني لما حسيت ان انا تعبانة كده شوية. المهم بقى ايه، انا بقى قلت اكمل الروتين بتاعنا الحلو دوت. مسكت بقى الخشب، قعدت المع فيه، بصوا خليته كل حاجه بتلمع. مسكت هي النجفه برضو، قلت اظبطها واظبط اللمبات، طبعا قفلتها الاول عشان الكهرباء. يا بنات بصوا النجفه دي جميله قوي، عيبها بس تحسي ان انت لما تبصي كده في اللمبات بتلسع في عينك، على عكس مثلا تكون اللمبه متداريه، بس هي بصراحه بتدي اضاءه حلوه. فهنضفها كده وانضف بقيه الخشب. طبعا عامله معاكم التسريحه في الفيديو اللي فات، مخلياها خطيره حلوه، ونظمتها ونضفتها، والادراج كانت جميله جدا. ما شافش الفيديو اللي فات، وكان روتين حلو قوي، كنت عامله معاكم كده التسريحه ومنضفاها ومظبطاها، فخليتها كده على سنجة 10. نضف بقى بقيه الحاجه، ما ننساش برضو البيبان والسرف بتاع الارض وشوش الكهرباء، المهم كل حاجه في الاوضه اتخليتها زي الفل. همسك بقى الباب كده واديله تلميعه. شايفين الطرقه؟ انتوا مش متخيلين الطرقه دي يا بنات كانت عامله ازاي، انتوا لو شفتوا منظرها هتتخضوا. يعني انا حاطه كل الحاجات اللي طلعتها بره في الطرقه، ده غير الحاجات اللي انا بقى هبدا افرشها جديده، والستاير الجديده والسجاد الجديد، كل حاجه هفرشها معاكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. يعني كل حاجه كانت مكومه في الطرقه، منظر الطرقه كان يخض. بس الحمد لله يعني ربنا قواني وقدرت ان انا اخلص الحاجات دي كلها. همسك بقى هنا اكمل بقى بقيه التلميع. طلعت بقى في وش الكهرباء، قلت انضفها. السبوت لقيته وانا شغاله، لقيته فصل اللي فوق دوت الكبير، والمشكله ده بقى يعني ما بيتجابش من اي حد، لازم بقى محمد هو اللي يبقى موجود ويطلبهولي، هو كمان غالي. يعني من الحاجات الجميله قوي في الكهرباء وبتدي شكل حلو هو طبعا والليد بروفايل، بس غالي. يعني تقريبا انا كنت جايباه من سنتين ب200 جنيه، فمش عارفه بصراحه حاليا ممكن يعمل كام السبوت دوت. فربنا يسهل ان شاء الله بقى كده. قلت له يبقى يغيروا لي في اي وقت عشان ما اعطلش نفسي، يعني انا عايزه اخلص الاوضه وانضفها وافرش. انتوا عارفين الجو خلاص بدا، يعني خلاص بقينا في شتاء وبقى ساقعه، فمش عايزين نسيب الاوضه كده عريانه. فالمهم هنضف بقى، بص التكييف عامل ازاي، كميه تراب يا بنات مش طبيعيه. انا حاولت انضفه على قد ما اقدر. في طبعا طريقه تانية لتنظيف التكييفات، بس لازم يكون بقى فني هو اللي بيعملها، بيجي ينضف لك التكييف من جوه وينضف لك الكمبرسور كده من جوه. دي مش يعني ما ينفعش انت اللي تعمليها. الحاجات السهله اللي احنا بنعملها نعمل الريش والفلاتر ننضفها، وتكييف طبعا من جوه كده ومن بره نديله تلميعه كده كويسه، ونشغل في اخر حاجه كده تنقية الفلتر وخلاص. شايفين بقى العمله الحلوه اللي انا عملتها دي؟ خلصت كده كل حاجه فوق، وقف عليا الارض. طبعا الارض عايزه اعمل تحت السرير، ما عملتوش طبعا، بقالي كتير تقريبا. امتى هقول لكم؟ اللهم صل على سيدنا محمد. الناس اللي متابعيني من القناه الاولى كنت عامله معاكم العمله دي قبل رمضان، وعملت تحت السرير، وكنت ساعتها كنت حامل. الحمد لله يعني الواحد ربنا قواه، ونضفت ساعتها معاكم السرير بالمنظر ده، ومن ساعتها هو كده. انتوا متخيلين؟ ما جيتش جنبه، والحمد لله يعني مفيش بهدله تحت السرير ولا حاجه، لانه متقفل. حاجات بسيطه كده يعني، بصوا هتلاقوا ورا السرير كده في قلم وفي توكه. طبعا ده مين اللي عامل العمله دي؟ اكيد ديما كانت قاعده كده على السرير، وقع من جنب السرير كده من ورا. السرير طبعا عندي الظهر متنجد كابوتينيه، فاتخرت بقى كده السرير وقلت انضفه من بره من ورا. مش عايزه اعفر بقى الدنيا، فجبت الفوطه المبلوله ومسحت ظهر السرير، هو بقى متقفل بالطريقه ديت. قلت عشان لو في بقى اي تراب اي عفره تتشال وخلاص. وقلت بقى اجيب المكنسه عشان اعرف انفض من ورا ظهر السرير السرف بتاع الارض وانضفه كده. جبت الفرشه دي بقى
دي يا بنات اللي هي بننضف بيها المفروشات، بننضف بيها اي حاجه هي فرشه كده بتركب في المكنسه. بس انا قلت عشان ما افضلش موطيه قلت اوريك يعني. خلاص انا عملت الخطوه دي الحمد لله ونضفت. حطيت بقى الجردل وبريكس بتاع الارضيات، وهبدأ بقى انضف الأوضة وانضف الأرضية بحيث ان انا اخلص وارجع كده كل حاجة تاني مكانها. المهم بقى يا بنات هنا بنضف ورا السرير، عايزة ارجعه الاول وبعد كده هبدأ انضف جزء جزء. يعني انتوا عارفين اتخرت كده كده الشنط بعيد عند الباب، فالمكان كده بقى فاضي وجوه السرير وحواليه عشان اعرف انضف كويس جدا. قلت بقى انضف الظهر بتاع السرير، جبت دي الفوطة بتاعت الدهون وبتاعت المفروشات بتاعت جرين واي. قلت انضف، كانش عندي بصراحة برسيل جل او اكسجين، اي حاجه من الحاجات اللي هي المسحوق الجل انضف بيه ظهر السرير، لاني ما بحبش استخدم حاجات بودر للقماش بالذات. فما كانش عندي، فقلت لا خلاص دي حلوه كده كده وبتنضف وبتشيل اي بقع واي اتساخات. هي ما بتديش الريحه الحلوه اللي احنا عارفينها من المنظفات التانية، بس برضو بتنضف وبتخلي الحاجه كويسه. مجرد بس غسلتها بالصابونه بتاعتها وبيبقى جاي معاها كده ورق دوت. الورق ده بتحطيه في قلب الميه بيتحول لمنظف تبدأي تغسلي بيه. حطيت كده ورقة صغيرة منهم وبدأت أدعك كده لظهرك. قلت أنا كده كده هستخدمه في ظهر السرير وهستخدمه في البوف كمان بتاع المراية، فمش مشكلة. فخلص كده ونضفتها وقلت بقى ألمع تحت السرير الأول عشان أعرف أرص الحاجة تاني، وبعد كده هبقى ألمع بقى السرير من بره. المهم الحمد لله الواحد ربنا قواه وقدر يعمل الحاجة دي. أنا بقى عايزة أقول لكم إن أنا عملت الأوضة خلصتها في اليوم ده. بصراحة أنا ما قدرتش أفرش، أنا قلت لأ أنا خلاص أنا كده تعبت، والفرش كمان هياخد معايا وقت. وكنت مستنية محمد يجيب لي الورق اللي المفروض بيتبع عشان خاطر أحطه في البراويز معاكم، بما إني خاصري التعب فأنا لازم أحط حاجات جديدة، مش هينفع أركبها كده. فالمهم بقى جيت يوميها قلت خلاص هفرش بقى كده تاني يوم، خلاص يعني مش مشكلة مش هيحصل حاجة لما اصحى الصبح بإذن الله صباح رواح كده افرش. المهم عايزه اقول لكم محمد جه يوميها قال لي المطبعه ما طبعتش، الاحبار خلصت وما عرفتش تكمل بقيه الشغل، فهشوف لك مطبعه تانية. فقعدنا يومين مستنيين مطبعه، ما فيش حد عايز يطبع. قلت لكم انا في نص اليوم حسيت اني تعبت، تاني يوم انا تعبت جدا جدا. انتوا مش متخيلين التعب اللي انا كنت فيه. حرفيا انا ما كنتش بنام من الكحه واحتقان ودور برد بشع بشع. اياد كمان تعدى مني الاسبوع اللي قبله عشان الاسبوع اللي قبله كنت تعبانه شويه، بس هو خد بقى الدور. فتاني يوم انا كان عندي استشاره لاياد بتاعته، خليت الدكتور كتب لي على ادويه ليا انا عشان تنفع مع الرضاعه، فكتب لي على الادويه اخدتها الحمد لله. قعدت حوالي بتاع 4 ايام كده لحد الحمد لله ما بقيت احسن. واياد برضو الحمد لله لسه شويه بياخد الادويه بس برضو الحمد لله احسن، مع اني والله واخده التطعيم الانفلونزا بس ما تعرفوش في ايه. المهم ما قدرتش بقى ان انا اكمل فرش، والله العظيم يا بنات الاوضه فضلت كده 4 ايام بالمنظر اللي انتوا هتشوفوه في الاخر ده، لحد ما انا بقيت كويسه. انتوا هتشوفوا الفيديو الجاي انا كنت عامله ازاي، لحد ما انا بقيت كويسه عشان اعرف اقوم اخلص فرش وتكون الحاجات اللي انا محتاجاها تيجي تكون جات عشان اقدر اكمل وبس. والحمد لله ده كان حالي، يعني متعرفوش ايه اللي حصل والله العظيم. تحس ان في حاجه كانت معطله كده الدنيا، بس الحمد لله عدت على خير والاوضه نطفت وبقت زي الفل. وان شاء الله هيعجبكم الفيديو اللي جاي باذن الله، ويكون كده كمان الفيديو ده مشجع بالنسبه لكم، يكون كده عجبكم وكان كده خفيف على قلبكم. فهنا يا بنات خلصت تلميع، وقلت المع بس الحاجات الازاز بقى والمرايات اللي عارفين هو التاتشات بقى الفينش النهائي. جبت الجلانس بتاع الازاز ولمعت الازاز بس من بره المرايه، ولمعت برضو التلفزيون بالمناديل. وخلاص كده يعني قلت عايزة اخرج من الاوضه وهي زي الفل مش ناقصها اي حاجه. انا كنت باخد بقى مناديل وعماله امسح واعمل. المهم اخر حاجه هعملها همسح بقى الارضيه واسيب الاوضه تنشف لحد ما ان شاء الله ما افرشها معاكم. طبعا انتوا عارفين خلاص خدت عطله كده كام يوم، بس انتوا هتشوفوا الفيديو الجاي الاوضه اللهم بارك بقت عامله ازاي. وطبعا هستنى رأيكم. وطبعا الناس اللي انا كنت مختاراها في المسابقة بتاعة المفروشات هقول لكم برضو مين ال4 بنات اللي انا اخترتهم من مسابقة المفروشات، ان شاء الله يكسبوا قسيمة مشتريات من الحاجات اللي انا هفرشها معاكم الفيديو الجاي. فالمهم
ده الشكل النهائي للأوضة الحمد لله بعد ما خلصت ونتفت. عايزة رأيكم في الفيديو تحت، وأشوفكم على خير إن شاء الله فيديو جديد. باي باي، مع السلامة.